أهلا بكم. تنبؤات العالم الهولندي المرعبة تتحقق بالمنطقة، فزلزال جديد يضرب كهرمان مرعش. ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا مركز الزلزال المدمر، بما يحقق تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيس الذي توقع قبل أشهر أن تضرب تلك المنطقة زلازل جديدة. وأمس الجمعة ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة هوكسون التابعة للولاية. وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50,000 شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.